يلا بينا نقول مقادير ووصفة القرص أو المينيه المقرمش. يلا بينا. هنا المرة دي أنا عاملاه مقرمش. أنا عايزة أقولك إن في إضافات ممكن تضيفيها: السمسم، شمر وينسون. أنا معايا كيلو من الدقيق، حطيت عليه المادة الدهنية نص كيلو. النص كيلو هقسمه على إني هيبقى كوباية زيت وكوباية ونص سمنة. معايا طبعا الخميرة بدوبها في نص كوباية مية، بمنخل الدقيق بتاعي الأول، ومعايا معلقة الملح، وحطيت معلقتين سكر. هنا الخميرة كانت تمام. بصوا الكوباية اللي هي المج بتاع الشاي العادي بتاعنا. كده مقادير الكيلو دقيق بالظبط. هنا بعد ما حطيت الإدام على الدقيق وبسيته كده، وبعد كده حطيت الخميرة بتاعتي، وكمان استعملت كوباية مية حطيتها بالتدريج، بس ما اخدتهاش كلها. وطبعا بتقلبي عجينتك تمام وبتسيبيها نص ساعة تخمر، وبعد كده ابدأي قطعي فيها بقى بالشكل اللي يعجبك، او صوابع طويلة او قرص، يعني شكلي زي ما انت عايزة. طبعا خفيفة وحلوة. وبدل ما نجيب الكيلو بمية ب120، لا، انت تقدري تعملي بكوباية سمنة وكوباية زيت وكيلو دقيق، هتعملي كمية حلوة قوي قوي، ووفرتي وحاجة نظيفة انت عاملاها بايديكي. احنا بنوفر كتير، وفي نفس الوقت حاجة انت عاملاها بايدك ونضيفة وضمنها جدا. نتمنى طبعا ان الفيديو يعجبكم وينال رضاكم، وما تنسوناش في اللايك والشير، واشوفكم على خير. والسلام عليكم.